ستات كتير بتسأل يا ترى ايه هو الاسلوب او السر او الطريقة اللي نقدر نعيش بيها حياتنا، نقدر نفكر باسلوب كويس، نقدر نوفق ما بين بيتنا وحياتنا وما بقاش عاملين زي اللي دايرة في ساقية ليل ونهار. اجي اترمي طول الليل على السرير مش حاسة بأي حاجة، جسمي كله بيوجعني. وحاسة ان انا ما انجزتش حاجة، حاسة ان انا برضو الدنيا لو اهتميت بالبيت الولاد مش بهتم بيهم، لو اهتمت بالولاد البيت يضرب يقلب. طيب اتصرف ازاي واعمل ايه؟ النهاردة بنات ان شاء الله هنحاول نتكلم في افكار او عادات تقدر ان احنا نتكلم فيها او نمشي عليها، وان شاء الله نحاول ان احنا نظبط بيها دنيتنا وحياتنا. نبتدي كده بسم الله اول حاجة ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنبدأ يومنا وفي وسط الكلام إن شاء الله أو في وسط الروتين هنتكلم عن العادات دي. تمام. أحب أقول لكم عاملين إيه، وحشتوني جدا. بدأت اليوم كده، اليوم ده كان الجو فيه كويس الحمد لله، يعني كان شمس، طلعت البطاطين. أنا بحاول إن أنا أنتهز أي فرصة إن أنا أطلع البطاطين والمخدات والحاجات دي تتشمس كده وتغير من ريحة البيت وكده. بصوا، حبيت بقى اعمل كيكه في بدايه اليوم ان انا افطر بيها انا والولاد. طبعا دلوقتي مفيش مدارس، المدارس في ناس خلصت امتحانات وناس لسه، ربنا يقويهم يا رب ويعينهم. فعملت كيكه كده، كيكه البرتقال. طبعا احنا في الشتاء فهنعمل كيكات كتير ومعجنات كتير. يلا الحمد لله. بحس يا بنات ان الكيكات والمعجنات واي حاجه انت بتعمليها بايدك في البيت تدي بركة كده ودفى وحاجة حلوة وتحسي انت كده مبسوطة. غير كده يا بنات، اول حاجة انا عملت معاكم الكيكة دي ونزلتها في فيديو منفصل هسيبها لكم في شاشات النهاية. شاشات النهاية دي اللي هي ايه؟ شاشات النهاية دي اللي هي في اخر الفيديو خالص، اول ما تيجي تخلصي الفيديو هتلاقي شاشة كده، هتضغطي عليها هتدخلك على الفيديو الجديد، او في صندوق الوصف، او ممكن تلاقيها كمان في البطاقات لما تضغطي على السهم اللي جنب عنوان الفيديو. تمام. فهتلاقي المقادير بتاعتها سهلة وبسيطة ومتوفرة ان شاء الله في البيت. عملتها كده، هي بتريحني يا بنات، يعني لما بعمل كيكة اما بعمل اي معجنات اي وصفات بتريحني. لو مثلا الولاد بيفطروا بيها مع كوباية لبن او كوباية شاي. وكمان آم، لو في وسط اليوم، طبعا احنا في الشتاء والولاد قاعدين ففاضيين يعني، ففي الشتاء بقى ايه، الشتاء بيجوع، فممكن بقى ايه، كل واحد ياخد له حتة كده رايح جاي عليها. يلا بألف هنا وشفا. زي ما قلت لكم الجو اليوم ده كان جو حلو قوي. دخلت الصينية الفرن وقلت بقى ايه، مش هقعد بقى، ما احنا علشان نشتغل او علشان نعمل ونظبط الدنيا لازم نعمل اكتر من حاجة في نفس الوقت. فطلعت طبعا يا بنات، زي ما انتوا شفتوا ان انا لميت لميت الغسيل، وبعد كده نشرت البطاطين. الغسيل ده كنت منشراه من بالليل، الحمد لله الشمس طلعت عليه. خليته زي الفل، قلت اطبقه كده سريعا كده وانا قاعده، علشان انا من الناس بيني وبينكم يعني الكسوله جدا في تطبيق الغسيل. فخدت كده شويه، هم كانوا كلهم هدوم للولاد يعني، مش ما كانوش كتير. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اخلي هدوم الولاد الاولويه في الغسيل. فطبعا على ما الصينية في الفرن بتستوي انا بطبق الغسيل. طيب هنتكلم مع بعض يا بنات في العادات اللي احنا اتفقنا عليها. اول حاجة ان احنا انت عملتي حاجة مثلا او صحيتي من النوم دلوقتي، وزي ما انت شايفة انا مثلا حطيت صينية كيك، مش هقف، مش هاجي اقعد بقى امسك التليفون والعب فيه او اقعد اتفرج على التلفزيون او الكلام ده، لا لا خالص. طلعت البطاطين، وقبل ما اطلع البطاطين لميت الغسيل، قلت بقى ايه اطبق الغسيل كده ايه وانا ايه قاعده. الولاد طبعا كانوا قاعدين معايا، ف قعدت اتكلم معاهم شويه، طب عايزين كذا، طب اقتراحكم، طب نعمل اكل ايه، طب كذا. اتكلمي مع اولادك حتى لو صغيرين هم هيفهموا، ما تقوليش لا ده صغير ده مفعوص ده هيفهم ايه وهيعرف ايه ويتكلم في ايه. كلميهم عرفيهم، هم لو ما اتكلموش معاكي هيتكلموا مع مين؟ تمام. طبقت الغسيل اهو، قلت ايه هوديه على كل حاجة في الرف بتاعه. طلعت بقى الكيكة واختبرتها، ما شاء الله يا بنات، عايزة اقول لكم الكيكة كانت طعمها حلوة قوي قوي قوي.
ويعتبر فطرنا واتعشينا بيها. عشان كده انا عملت صينيه كبيره وزودت كمان في المقدار بتاعها. برضو هحط لكم مقدار الكيكه والمكونات بتاعتها في صندوق الوصف، عشان ايه اللي حابب ياخد المقادير بتاعتها. طريقتها سهله قوي وبسيطه جدا. عملت بقى ايه طبق كده حلو كده، وحطيت معاها كوبايه شاي بالنعناع خطيره. عايزه اقول لكم انا بس مطلعه الكيكه دي كده علشان بصوا شكلها عامل ازاي، عشان التصوير مش اكتر. بس الطبق ده مش بتاعي، الطبق ده بتاع الولاد. انا بقى هجيب الطبق بتاعي اللي هو ايه بقى، سيبيني وبينكم برضو الحروف بتاعه الكيكه. انا بصوا يا بنات، عارفين الحروف بتاعه الكيكه، الحتت الحرف دي انا بحب الحرف في كل حاجه. بشاميل، كيكه، بسبوسه، اديني في اي اي حاجه فيها حرف تمام. كنت حابة انوه عن حاجة. انا جبت بقى ايه، حبيت اشارك معاكم المنظفات اللي انا بستخدمها. ده يا بنات مش برسيل، عارفة طبعا ان برسيل مقاطعة. ده كان العلبة دي عندي من زمان، انا ما برميش العلب دي، يعني بجيب فيها برسيل. ده برسيل سايب او اريال سايب، احنا بنقول برسيل او اريال على المسحوق، تمام. فانا بجيبه سايب. جربته كان حلو قوي، بس هي العلبة هي اللي انا بحتفظ بيها ان انا اجيب بيها. الازازة اللي جنبها دي صابون سايل سايب برضو. كمان الازازة اللي جنبها تالت ازازة دي كلوريكس الوان. كلوريكس الوان برضو سايب. يبقى انا كان عندي يا بنات بقى ديتول، انا بستخدم الديتول السايب. بجيب كل المنظفات عندي سايبه، بحس ان فيها بركه. كمان بحس برضو ان هي ايه، آه مش مكلفه قوي بالنسبه لمنتجات الشركات دلوقتي. ايه هي المنظفات اللي اقدر اجيبها؟ دي برضو حاجة من العادات اللي انا بتعود عليها في بيتي. بصوا الكلام بيجيب بعض اهو. يعني اول حاجة اتكلمنا فيها ان انتي لما تبقي مثلا بتعملي حاجة ما تبقيش واقفة على ان انتي تخلصي الحاجة دي، لا، اشتغلي في البيت. يعني مثلا حطيتي حاجة في الفرن او بتعملي حاجة، مشغلة البوتاجاز، اقفي مثلا خلصي المواعين. يعني دي مواعين يا بنات بعد ما فطرنا الحمد لله، وعملت الشاي واللبن والكلام ده. حطيت، قلت بقى ايه اشطف فيها ايه الطبقين والحاجات الادوات اللي انا استخدمتها في عمل الكيكه. انا الحمد لله كنت مشطبه المطبخ من بالليل وكان زي الفل. حابه اقول لكم برضو حاجه، ان الحوض بتاعي ده قديم، او الرخامه بتاعتي دي قديمه، فاللي ظاهر ده مش حاجه يعني مش نظيفه، لا هو المكان قديم. فيلا الحمد لله. اهم حاجه ان الواحد بياخد باله من حاجته، وان الواحد بينظفها كويس جدا. هبتدي بقى ايه ان انا اغسل الحاجه اللي انا استعملتها. عصرت البرتقان، انا كنت بعصرها يدوي يا بنات، وما حطيتش على البرتقان اي اللهم صل على سيدنا محمد اي سكر خالص. بكتفي بكميه السكر اللي انا هضيفها للكيك، تمام. فانا بقى ايه كنت بغسل المواعين غسلتها وطبقت الغسيل، والكيكه كانت في الفرن. والفرن وهو شغال حسيت ان انا وانا آه، بعمل الشاي كان فيه ميه وقعت على البوتاجاز، تمام، ميه مغليه. فحسيت انها بقعت كده. فاهمين يا بنات الميه لما بتغلي كده وتنزل تحس انها بتعمل دواير كده. فقمت ايه قلت الفرن سخن فمسحته كده. بس تاخدي بالك كويس جدا لو انتي هتعملي حركه زي دي. فمسحته كده من على الوش سطح الفرن في ساعتها، والحمد سطح البوتاجاز يعني اقصد من فوق. والحمد لله بقى زي الفل. دي حاجة. تاني حاجة المنظفات، أنا بعتمد على المنظفات السايبة، بتديني كمية أكتر. وفي نفس الوقت لو حسيت إن هي مش تمام معايا لا بغيرها وبغير نوعها خالص. تلاتة، يعني من العادات برضو اللي أنا متعودة عليها إن أنا أبقى عارفة أنا نايمة، عارفة أنا هعمل أكل إيه. ده بيريح، انت تبقى عارفة انت هتعملي أكل إيه. بتبقي شاريه مثلا قبلها بيوم، او نازله عارفه ان انت هتشتري ايه وهتجيبي ايه. ده بيوفر معاكي في الفلوس، ما تبقيش نازله هتشتري اللي قصادك او هتشتري اللي قدامك وخلاص. لا، مفيش الكلام ده. لازم تبقي عارفه انت هتعملي اكل ايه او هتشتري ايه. فاهمين يا بنات؟ وده لو هتشتري من السوق او لو هتشتري من هايبر او سوبر ماركت كبير. ما نزلش بقى ألم اي حاجة وخلاص واجيب اللي قدامي وخلاص، لا خالص. لازم اجيب الحاجة اللي انا تمشي بالورقة والقلم، وتبقي عارفة انت هتجيبي ايه وتعملي ايه كويس جدا.
تمام يا بنات. حاجة برضو من العادات اللي انا بتعود عليها يا بنات، وبحاول على قد ما اقدر ان انا امشي بيها، ان ايد لوحدها ما تسقفش. يعني ايه ايد لوحدها ما تسقفش؟ يعني يا بنات، انت لو انت لوحدك اللي شغالة في البيت هتتعبي وهتزهقي ومفيش شغل في البيت هيخلص. تمام. حاولي ان انت ما تديش لنفسك 10 من 10 في كل حاجة. يعني مش لازم الحاجة تبقى متظبطة جدا جدا جدا. حاولي ان انت تشركي اولادك معاكي، ولادك لازم يساعدوكي. اه حتى لو صغيرين، قوم شيل دي حطها مثلا هنا، شيل مش عارفة، غيرت غيارك حطه في الباسكت، حط حاجات بسيطة. بس دي هي اللي بتعودهم ان هم يشتغلوا وان هم يساعدوكي ليهم ولنفسهم. وقدام ان شاء الله ربنا يكرمهم ويكونوا اولاد برين بيكي. خلصت بقى المواعين يا بنات، وعملت غدا كده سريع، وروقت الشقة كده على السريع. عملت غدا ايه؟ مرضتش اصوره معاكم، انا مصوراه قبل كده. ده صدق عملته بالصلصة. انا بحب اعمله بالصلصة كتير كده عشان هيبقى هيتغمس يعني. وكمان حمرت بطاطس، ممكن تقطعي سلطة مخلل، او كمان تعملي معاها مكرونة او رز زي ما انت حابة. ان شاء الله نكمل كلامنا في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله.